السلام عليكم. اهلا بيكم مره تانية في سيكلول از سيرفيس. النهارده احنا في الكريبتو وورلد. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ليه تي ال اس 1.3 موجود، وايه مميزاته، وايه الحاجات اللي اتحسنت فيه عن تي ال اس 1.2 من حيث البرفورمانس والسكيورتي، زي الشورتر هاند شيك، الزيرو راوند تريب تايم، الاي اي دي سايفرز، وان بقاش خلاص نقدر نستخدم الاولد سايفرز او السايفرز اللي حصل عليها اتاكس او سهل ان يتحصل عليها اتاكس، وكل حاجه كمان بعد الهالو سيرفر بتبقى انكريبتد. وكمان ايه تاني، ما بقناش كمان نستخدم الفيرجن نيجوشيشن ما بين الكلاينت والسيرفر. واهم حاجه واللي هي حسنت البرفورمانس، استخدام البيرفكت فورورد سيكريسي في الكي اكسشينج ما بين الكلاينت والسيرفر. النهارده هنتكلم بالتفصيل على الهاند شيك ما بين الكلاينت والسيرفر، وازاي هما الاتنين بيقدروا يوصلوا للانكريبتد ابلكيشن داتا باسرع طريقه واكتر طريقه سكيور. لو تفتكروا في تي ال اس 1.2 الهاند شيك، لا مش هقول لكم تفتكروا، روحوا على الحلقه تعرفوا التفاصيل بالظبط على تي ال اس 1.2. بتكلم عليها بالتفصيل الممل، وازاي الكلاينت والسيرفر بيتكلموا بعض وينوجيشيتوا كيز يوزنج الار اس اي لحد ما يوصلوا للايه، للانكريبت ابلكيشن داتا في اول حلقه من الكريبتو وورد. المهم يلا بينا على اللايت بورد عشان نشوف تي ال اس 1.3 هاند شيك بالتفصيل. طيب خلينا نروح للكلاينت والسيرفر بتوعنا دول ونشوف ايه اللي بيحصل في التي ال اس 1.3 هاند شيك. اول حاجه الكلاينت طبعا هيبعت هلو. الكلاينت هلو دي تمام اللي هيبعتها للسيرفر، هي هيبقى جواها كذا حاجه. تمام، فالهلو مسج دي هيبقى جواها اول حاجه وهي الليست بتاعت الايه، السبورتد سايفرز. تمام، ودي مش حاجه جديده، دي برضو كانت موجوده في تي ال اس 1.2. طيب ايه الزياده هنا او الفرق في تي ال اس 1.3؟ ودي حاجه جميله جدا. الكلاينت هنا هيبعت حاجه اسمها الكي اجريمنت. طيب الكي اجريمنتس دي بيحصل فيها ايه؟ الكلاينت بيكالكوليت حاجه اسمها الكي شير لكل سايفر هو هيبعتها، او بوسيبل سايفر هيبعتها للسيرفر. تمام، فتخيل كده ان مثلا هيبعت ان نمبر اوف سايفرز او possible ciphers للسيرفر. فلو هيبعت له سايفر 1 هيبعت له سايفر 2، تمام، لحد ما يوصل ايه، لسايفر ان. فمع كل سايفر هو هيكالكوليت الاسوشيتد كي شير بتاع السايفر سوت دي. فسايفر سوت 1 هيكالكوليت ليها كي 1 او الكي شير نمبر 1، والسايفر سوت 2 هيكالكوليت ليها الكي 2، والسايفر سوت ان لحد ما يوصل للنمبر ان هيوصل كي ان. تمام، فهو كده عمل كالكوليشن لكل البوسيبل كي شيرز. تمام، لكل السايفر سوت اللي بعتها للسيرفر، فايا كان السايفر سوت اللي هيختارها السيرفر هو اوريدي مكالكوليت ليها الكي شير وتبقى موجوده عند السيرفر. طيب حاجه كمان لازم اقولها لكم في تي ال اس 1.3، احنا هنا لازم نستخدم ايه؟ نستخدم سايفرز بتسبورت مين؟ بتسبورت البي اف اس، البيرفكت فورورد سيكريسي. ودي لازم لازم لازم، مش زي زمان لما كنا بنستخدم الار اس اي في الكي اكسشينج. لا، الكي اكسشينج هنا احنا بنستخدم فيه البيرفكت فورورد سيكريسي. وفي حلقه منفصله هنتكلم فيها لوحدها عن البي اف اس وايه اللي بيحصل جواها بالتفصيل. السيرفر دلوقتي لما يوصل له الليسته دي هيبقى قدامه حاجه من الاثنين، يا اما مش هيختار ولا واحده منهم. تمام، هيبعت للكلاينت حاجه اسمها ريتراي هالو ومعاها الكي شير بتاع السيرفر، لان كل واحد منهم سواء الكلاينت او السيرفر
هيكالكوليت حاجه اسمها كي شير، وهنعرف بيستخدم في ايه دلوقتي كمان شويه. فلنفترض ان الليسته اللي بعتها الكلاينت للسيرفر دي ما عجبتش السيرفر ولا واحده تنفع، كلهم لا مؤاخذه شمال، هيقول له ايه؟ لا معلش حاول تاني، ريتراي هالو. فيروح الكلاينت هيريتراي تاني ويبعت له كلاينت هالو بليست اوف سايفرز تانيين. فلنفترض ان ليست اوف سايفرز التانيه اللي بعتها للسيرفر دي برضه خيشت، السيرفر هيقول له السلام عليكم وهيترمينيت الكونكشن خالص. طيب خلينا نتكلم في السيناريو الوردي، لو الدنيا وردي والسيرفر اختار واحده من الليسته دول، تمام؟ فلنفترض ان هو اختار الليسته دي عشان انا بحب اللون الاخضر. فهو دلوقتي معاه ايه؟ معاه الكي شير بتاع السايفر سوت اللي اختارها ايه بتاعت الكلاينت، تمام؟ وهيبدا يجنريت هو كمان الكي شير بتاعه هو. فدلوقتي السيرفر بقى معاه الكي شير بتاع الكلاينت وعمل كالكوليشن للكي شير بتاعه، تمام؟ عشان بعد كده يقدر يستخدم الاتنين دول عشان يكالكوليت السيمتريك كي، تمام؟ هو دلوقتي هيجمع الاتنين دول، مش هيجمع يعني، هو هيدخلها في ايكويجن معينه، تمام؟ عشان يطلع منها مين؟ الكي، اللي هو مين؟ السيمتريك كي. دلوقتي بعد كل اللي حصل ده حصل من بعد ايه؟ اول كلاينت هالو بس. طيب السيرفر هيرد عليه بسيرفر هالو. طيب الهالو اللي هيبعتها له دي هيبقى جواها ايه؟ هيبقى جواها السلكتد، السلكتد ايه؟ السلكتد سيفر، السلكتد سيفر. فكده مين عرف انه كي اختاره؟ خلاص الكلاينت عرف والله السيرفر اختار سايفر 2 مثلا في الحاله دي، فهو دلوقتي ايه؟ عارف ان كلاينت كي شير اللي هيستخدمه هو مين؟ هو ده. وهبعت له معاها كمان السايفر بتاعت السيرفر. فانا هنا في المسج وانا ببعت له السلكتد سايفر هروح حاطط معاه مين؟ ايوه السيرفر كي شير اللي انا كالكليته. فمع السلكتد سايفر هنا هيروح ايه؟ باعت له ايه؟ الكي شير بتاعي. فدلوقتي الكي شير بقى مع مين؟ بقى مع الكلاينت، ومنه تمام انا كده بقى معايا التو كيز او التو كي شيرز بتاع الكلاينت بتاع السيرفر، من اقدر اكالكوليت مين؟ اكالكوليت السيمتريك كي، نفس السيمتريك كي اللي ايه؟ اللي السيرفر حسبه. فانا دلوقتي عندي نفس السيمتريك كي، الاتنين موجودين عند الكلاينت والسيرفر بعد ايه؟ بعد راوند تريب واحده بس. مجرد بعت كلاينت هلو، تمام؟ الكلاينت بعت معاه الكي شير بتاعه، السيرفر كالكوليت الكي شير بتاعه هو كمان واختار السايفر، ومنها كالكوليت السيمتريك كي، رد عليه بسيرفر هالو بعت له فيها الكي شير بتاعه مع السلكتد سايفر. خلاص عرف من السلكتد سايفر انه كلاينت شير كي هيستخدمه، ومبعوت له كمان السيرفر كي شير، وباستخدام التو كيز دول يقدر يكالكوليت نفس السيمتريك كي اللي السيرفر عمل له كالكوليشن من شويه. من اول دلوقتي كل حاجه هتتبعت من الكلاينت للسيرفر او من السيرفر كلاينت هتكون انكريبتد. كل حاجه من دلوقتي هتبقى انكريبتد. طيب السيرفر هيبعت ايه للكلاينت دلوقتي؟ هيبعت له السيرتيفيكت عشان يوثنتيكيت نفسه، عشان الكلاينت يقدر يبروف او يوثنتيكيت او يتاكد ان من الايدنتيتي بتاعت السيرفر اللي بيتكلمه ده. افرض ده هاكر مثلا وعامل نفسه فيسبوك مثلا، او اي سيرفر مثلا الكلاينت هو اللي بيحاول يكلمه، تمام؟ فالكلاينت لازم يتاكد من الايدنتيتي بتاعت السيرفر اللي بيقوم معاها الكونكشن.
فدلوقتي هنا هيبدأ يبعت له السيرفر certificate. تمام. السيرفر سيرتيفيكت طبعا دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها البابليك كي بتاع السيرفر، وهتبقى المسج طبعا انكريبتد يوزنج ايه؟ يوزنج السيمتريك كي. فلما تروح للكلاينت يقدر يعمل لها ديكريبشن بنفس السيمتريك كي عشان يقدر يبص على السيرتيفيكت براحته. بعد كده السيرفر هيبعت له ايه؟ هيبعت له سيرفر فينش. اول ما الكلاينت يجي له السيرفر سيرتيفيكت والسيرفر فينش مسج، هيروح باعت ايه؟ باعت كلاينت فينش كمان. ومن اول دلوقتي نقدر نقول ان الانكريبتد داتا او الانكريبتد ابلكيشن داتا اللي احنا كنا بندور عليها من الاول وعايزين نوصل لها تبدا من هنا، هي الابلكيشن داتا اللي احنا عايزين نوصل لها. بس وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من الكريبت وورد، اتكلمنا فيها عن التي ال اس 1.3 هاندشيك بالتفصيل. استنوني الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من سيكرول از سيرفيس ان شاء الله. السلام عليكم.